السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد واقتراح جديد. اليوم جيت نشارك معكم واحد العصير البنات غزال اقتصادي وسهل وبواحد الطريقة اللي كيجي غزال وكيعطينا واحد الكمية كتيرة، كيجي منعش في هذا الصيف هذا، وكما قلت لكم اقتصادي. والمهم هو المذاق، راه كيجي روعة روعة يا البنات. بلا ما نطول عليكم ندوزو نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. عندنا هنا واحد الكأس ديال سكر سنيدة، كأس ديال ياغورت باي نكهه كتفضلوا. انا عندي هذا ديال الفريز، نتوما اي نكهه كتفضلوا. وعندنا واحد 3 ديال البرتقالات اللي ضروري ما نكونوا حكينا ليهم القشره ديالهم، يعني غسلناهم مزيان مزيان البنات، لان كيكونوا فيهم الغبره كتكون فيهم، يعني ماشي غير نغسلهم غسله خفيفه، كنحكهم انا بواحد الشتاء مزيان حتى كنضمن بانهم تنقاو، حيتاش غادي نستهلكوا القشره ديالهم. وكنجيب واحد الحكاكه رقيقه كما كتشوفوا، وكنحك غير القشره الصفراء فقط. هي كما كتشوفوا رانا كنحك، وفي نفس الوقت كندور ديك الليمونه حتى كتحك ليا غير ديك القشره الصفراء بوحدها، يعني ما كندخلش لديك القشره البيضاء كما كتشوفوا. غادي نستمر هكذا. انا حكيت الاولى وهنا كنحك الثانيه حتى كنكمل دوك 3 ديال الليمونات. والسكر انا عطيتكم هنا كأس معمر، راه على حسب النوعيه ديال الليمون، كاين اللي حامض كاين اللي لا، كاين اللي كيبغي الحلاوه كاين اللي كيبغيها ناقصه. يعني انا راه كأس عامر كيجيني عبار تقريبا. هنايا راه زدت عليه واحد المعلقه ديال السكر، يعني كأس عامر كيجيني هو هذاك القياس بالنسبه لجوج لتر ديال العصير. من بعد ما كنحكهم مزيان كما كتشوفوا داك الليمون كامل كنحك ليه القشره ديالو، راه كنحك الليمونه الاولى وكنحك الثانيه، الثالثه كنخليها ما كنحكاش. كنضيف عليه داك الكأس ديال سكر سنيده وداك الكأس ديال ياغورت وغنخلطهم ونخليهم. غادي نبدا نقشر هنا الليمون ديالي كما قلت لكم، راني حكيت جوج ليمونات، يعني راه ما كنحكوش 3 ليمونات كاملين، كنحكو غير زوج. غادي نبدا نقشرهم هكذا عادي كما كتشوفوا. غادي نحاول نحيد ليهم دوك الخيوط اللي فيهم ونحيد ليهم العظام، راه كيكونوا فيهم دوك العظيمات رقاقين لداخل. وغادي نقطعهم طريفات صغارين. من بعد ما غادي نقيهم مزيان ونحيد كما قلنا دوك الخيوط، وكنبدا نقسم وانا كنقي هكذا من الوسط، كنشوف الا كاينين فيهم دوك العظام غنحاول نحيدهم صافي. وكنقطعهم هكذا غير بهذه الطريقه هذه. علاش حنا كنحلوهم هكذا؟ غير باش نشوفوا الا كاينين العظام. هذه راه ما فيهاش، فيها غير شي وحدين صغار. انا كنحيدهم هكذا غير بيدي كما كتشوفوا. وكنبقى هكذا نفتح الليمونه ونقلب الا كاينين دوك العظام، والا كاينين دوك الخيوط قاصحين كنحيدهم. كنبقى هكا الليمونات بثلاثه كنقشرهم وكندير لهم نفس الطريقه. كما سبق لي قلت لكم هذا العصير هذا راه كيجي منعش البنات، راه كيجي خطير. يعني حنا نسمناه غير بياغورت باي كما قلنا اي نكهه كتفضلوا، كان عندكم ديال البنان او لا اي نكهه راه كيجي زوين. انا متوفر عندي ياغورت ديال الفريز يعني هو اللي قديت به، ولكن راه كيجي غزال البنات. كنكمل التنقيه ديال الليمون والتقطاع ديالو بنفس الطريقه. وغادي نقي دابا هذه اللي ما حكيناش. نعاود نذكركم راه كنحكو غير جوج ليمونات، ما كنحكوش 3 باش ما يجيناش عاوتاني النسمه ديال الليمون مجهده بزاف. صافي من بعد ما كنقطعهم كاملين كنجيب الخلاط الكهربائي الكأس ديالو كما كتشوفوا، وغادي نفرغ فيه هاد الليمون والقشور وداك السكر سنيده اللي ضفنا. وغادي نجيب هنا الماء بارد كما كتشوفوا. غادي نخوي غير القياس باش غادي نطحن، ما غنكثرش الماء حتى كيطحن ليا مزيان. عاد من بعد رانا غنبقى نضيف الماء. المهم هو يكون عندنا الماء جوج اطار ديال الماء بالنسبه لهذا القياس اللي عطيتكم. كنطحنو مزيان كما كتشوفوا البنات. وكنجيب واحد الصفايه اللي غادي نصفي فيها، راه ضروري ما كنصفيو القشور راه ما كيبقاوش نهائيا، غير انما هو كيبقاو دوك جليدات بيضين كما كتشوفوا ديال الليمون. ضروري ما كنصفيوه بهذه الطريقه هذه. وحنا نحركو هكذا بالمعلقه حتى كيهبط لينا كلشي. راه كيجي فيه واحد الريحه وفيه واحد اللون، راه كيجي غزال. كنصفيه كما كتشوفوا. غنبدا نضيف الماء. هاد القشور دابا هنا راه غير غادي يترموا، لان هادو راه غير دوك القشور البيضين لداخل اللي كيكونوا في الليمونه من الداخل. يعني هنا كما كتشوفوا صفيتهم مزيان صافي، هادو غير غادي يترموا. وغادي نكمل التصفيه ديال العصير ديالي كامل حتى كنكملو.
بنفس الطريقة أنا كنفرّغ كيما كتشوفوا، وكنحرّك هكذا غير بالمعلقة حتى كيهبط ليا مزيان، كيتصفى مزيان. راه كيخرّج واحد الكمية كتيرة البنات. هنا راه كمّلت داك إيطرو ونص د الماء، وغادي نزيد عليهم واحد نصف ليطر باش غادي نكمّل 2 إيطرو ديال العصير. راه كتجي يعني ضروري يكون عندنا 2 إيطرو ديال الماء. أنا غادي نكمّل بهاد القرعة هادي، والما يكون بارد. هاد العصير هذا راه خاصو يكون بارد باش كيعطيكم المذاق غزال. راه هنا خلطته بالماء بارد، وغادي نضيفو وغادي نديرو في التلاجة حتى كيبرد مزيان، عاد غادي نقدمو. ها هو كيما كتشوفوا كيفاش كيجي، راه كيجي يعني كيجي اللون ديالو غزال كيشهي، وطالعه منه واحد الريحه غزاله. ها الكميه اللي عطاني 2 يطرو. من بعد ما برد كنقدموه، راه كيجي منعش في هذا الصيف هذا، كيجي غزال اقتصادي وسهل ويصلح يعني العائلات هكذا. يمكن لكم تضاعفوا حتى الكميه، راه كيخرج كميه كثيره كما كتشوفوا. غير بثلاثه ليمونات راه خرجنا 2 يطرو ديال العصير. ومن هادشي كامل راه كيجي البنات المذاق ديالو روعه، كيجي غزال. جربوه وردوا عليا، راه كيجي لا اللون لا المذاق، اما الريحه ما نعاود لكمش البنات، راه كتجي طالعه منه واحد الريحه كتشهي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال اعجابكم، وما تبخلوش على اختكم بالتعاليق ديالكم اللي غزاله اللي بها باش نتشجع وكتقويني وتخليني نزيد نعطيكم اكثر ونزيد نسجل الفيديوهات اكثر. وكنقول لكم شكرا لكم، واللي انضم ليا عاد جديد كنقول ليه مرحبا بكم، والناس اللي معايا مسانديني قدام كنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا.